السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا كلكم بألف خير. البودكاست ديال اليوم غيكون روتين صباحي، غنشارك معاكم واحد الروتين اللي غيخليك واحد الانسان احسن وغيخلي حياتك ونفسيتك احسن، اللي عامر بالعادات الصحيه واللي في نفس الوقت واقعي. كما تقدر كل وحده فيكم تاخذ منه وتزيد في الروتين ديالها. كيف ما كتعرفوا، الا كان الروتين الصباحي ديالك مزيان فنهارك كله كيدوز مزيان وكديري فيه بزاف ديال الحوايج. الا كان الروتين الصباحي ديالك مخربق، النهار كتحسي بيه ضعف والو وكتبقاي تلومي راسك حيت ما درتي والو في داك النهار. اول خطوه اللي غادي نبداو بها الروتين الصباحي هي كنحاول دائما نفيق في نفس التوقيت كل نهار. كنختار ساعه اللي مناسب ليا نفيق فيها وكنحاول نبقى ديما نفيق فيها كل صباح. ونفس الحاجه بالنسبه لليل، كنختار ساعه اللي مناسب ليا نعس فيها وكنحاول نبقى نعس فيها كل ليله. ملي كديري هكا كتفيقي كل صباح المود ديالك مزيان، كتفيقي راشقه ليك، ما كتحسيش نهائيا بالتعب والعياء، والساعه البيولوجيه ديالك كتقاد، كتولي اوتوماتيكمون كتنعسي في الوقت وكتفيقي في الوقت. زائد ما كيبقاش عندك مشاكل ديال الارق. وحاجه اخرى، كنحاول ديما نفيق من اول الارم. ملي كتصوني الالارم ديال الوقيته اللي خاصني نفيق فيها كنحاول نفيق من اول خطره. خاصك تعرفي باللي هذيك 2 دقائق و3 دقائق و5 دقائق اللي كتزيديها من ورا لالا، من ورا ما كتفيقي وكترجعي تنعسي، هي اللي كتخليك دوزي النهار ديالك كامل وانت عيانه وكتحسي بالتعب. ثاني حاجه اللي مدخلها في الروتين الصباحي ديالي هي ملي كنفيق كنحاول نبقى بعيده على السوشيال ميديا على الاقل لمده ديال ساعه. فاش كنفيق مع الصباح وكنشد التليفون ديالي وكندخل التيك توك ولا الانستغرام، كنعرف باللي الصباح صافي ضاع ليا، وباللي على الاقل غنبقى واحد الساعه وانا شاده التليفون كنشوف في لي ستوري ولا بوست وشنو واقع في الدنيا، وعاد كنوض من الفراش وهكا كنحس باللي النهار كيضيع ليا. ومن غير انك كتضيع الوقت، السوشيال ميديا ما مزياناش نهائيا لصحتك النفسيه وما مزياناش نهائيا لعقلك. ملي كتفيقي مثلا وكتشوفي التصويره اللي حطيتي البارح شحال دارت من لي لايك ولقيتيها دارت بزاف ديال لي لايك وعجبك الحال، هذاك الادرينالين اللي كيطلع ما مزيانش ليك. الا فقتي مثلا ولقيتي ما دارت حتى شي لايك وما عجبكش الحال، هذاك الاحباط اللي كتحسي به ما مزيانش لصحتك النفسيه. لي بوست اللي كنشوفوهم ها الخليعه، الكوارث الطبيعيه، هاد الضرب، هادشي كلشي كيأثر على نفسيتك وعلى صحتك وكيأثر على المود ديالك. هادشي علاش اقل حاجه تقدري ديريها لراسك هي تبقاي بعيد على السوشيال ميديا على الاقل في الصباح. خاصكم تعرفوا العقل ديالنا ما مولفش يعرف هاد الكم ديال المعلومات وديال الناس. انتي كتعرفي كاع هاد المؤثرين وشنو طاري في حياتهم. نورمالمون الانسان قبل السوشيال ميديا ما كانش كيقدر يعرف هاد الكم الهائل ديال الناس وديال المعلومات. فرح مع عقلك وما تبقايش تدخلي ليه المعلومات التافهه اللي ما غاديش يحتاجها. ثالث حاجه في الروتين الصباحي هي العنايه بالنفس. تقدري تبداي نهارك بدوش غادي يفيقك اكثر، تغسلي سنانك، ديري لك كريم ديالك، تمشطي شعرك. بالنسبه لي هاد الخطوه هذه مهمه بزاف واساسيه، عندها علاقه بحب الذات. بحال كتقولي لراسك باللي قبل ما تبداي المهام اليوميه ديالك ومشاغل الحياه كتسبقي راسك وكتهلاي في راسك، كتعطي لراسك الاولويه. بحال كتقولي لراسك انتي اهم من كاع داكشي اللي تابعك هاد النهار هذا. بعد ما اعتنيتي بالجانب الجسدي غيجي دابا وقت الاعتناء بالجانب الروحي ديالك. اول حاجه توضاي وصلي، ديري شويه ديال المديتاسيون. كيف ما كنتهلاو في الجسم ديالنا خاصنا نتهلاو حتى في الروح ديالنا. رابع خطوه وهي خطوه مهمه بزاف هي وقت الفطور. اللي كنديرو انا هو كل ليله كنوجد الفطور ديالي، اولا على الاقل كنوجد المكونات اللي غادي نحتاجهم باش نصايب الفطور ديالي. حيت فاش ما كنوجدش المكونات كنفيق مع الصباح كنلقى راسي كناكل تخربيق. خليو لي في التعاليق الا بغيتو نشارك معكم وصفات صحيه ديال الفطور اللي غالبا كتكون سهله وصحيه في نفس الوقت. الخطوه الخامسه هي كل صباح ضروري ومؤكد تحركوا الجسم ديالكم وخا غير 5 ديال الدقائق. واحسن حاجه كنديرها هي كنخرج نتمشى شويه باش نشم شويه ديال الهواء وكناخذ الشمس. هاد الخطوه هذه عندها واحد التاثير سحري على الصحه النفسيه والجسديه ديالك. بالنسبه للبنات اللي ما يقدروش يخرجوا لاي سبب من الاسباب، تقدري غير تحلي الشرجم ديالك، تخلي شويه ديال الشمس تدخل وديري 5 ديال الدقائق ديال الحركات في بيتك. المهم هو تحركي وثقي بيا غتشوفي واحد النتيجه وواحد الفرق اللي كبير بزاف. الخطوه السادسه هي الامتنان. كل نهار كنكتب 3 ديال الحوايج انا ممتنه لهم انهم كاينين في حياتي.
غالبا هذه كتكون جزء من الروتين الصباحي، حيت هادشي كيخليني ندوز نهار فرحانه وكيعطيني طاقه ايجابيه. الايام الاولين اللي دخلت هاد العاده للروتين الصباحي كنت كنقول مع راسي بلي غدوز غير سيمانه ما غنلقى ما نكتب، واللي لاحظته هو كل مره وانا كنكتب الحوايج اللي انا ممتنه ليهم كيبانوا لي حوايج اخرين خاصني نكون ممتنه ليهم، حوايج بساط ما كنكونوش رادين ليهم البال، ما حاسينش بقيمتهم غير حيت عندنا وما محرومينش منهم. بالامتنان كتولي تحسي باللي راه عندك بزاف ديال النعم بالمقارنه مع ناس اخرين. الخطوه السابعه في الروتين الصباحي هي التنظيف. اول حاجه كنبدا بها هي الفراش اللي نعست فيه، كنغسل المواعن، كنقاد الدنيا، حيت بحال هكا كنحس بالعقل ديالي صفا. بلاصه مقاده عقل مقاد وصافي، بلاصه مرونه عقل مرون. هذه قاعده خليها ديما في بالك. الخطوات كنديرهم في الروتين ديالي حيت مناسب ليا انا، مناسب لوقتي، مناسب الوقت نعاسي، الوقت فياقي، الوقت الخدمه ديالي، مناسب اللايف ستايل ديالي، مناسب بزاف ديال الحوايج خاصين بيا انا. ماشي ضروري تطبقيه خطوه بخطوه، خودي منه غير العادات الزوينين واللي مناسبينك وزيديهم الروتين ديالك اللي غتقاديه انت على حساب اللايف ستايل ديالك. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتهلاو في راسكم.